صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكه الجزر. كيكه جميله جدا وخفيفه وهشه وحلوه قوي وطعمها جميل. بجد فايته كتير جدا اللي لسه ما جربش كيكه الجزر. طعمها حقيقي حلو قوي. وفي الشتا ده كمان بنبقى محتاجين حاجات مسكرة وحاجات بسكوتات وكيكات. بنبقى كل شوية عايزين ناكل حاجة كده. فدي من الكيكات الحلوة قوي اللي هتعجبكم ان شاء الله. النهاردة هنعملها بمكونات كلها في البيت. قبل ما ابدأ الفيديو، انا اسمي نهى صالح. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك على طول. ويلا نشوف المكونات ايه. هنا عندنا كوبايتين وربع من الدقيق. طبعا الدقيق ده انا نخلاه كويس. هحط عليهم باكو من البيكنج باودر، معلقه كبيره يعني. انا بستخدم هنا كيك شيف. وذره من الملح، رشه بسيطه كده ما نكترش قوي. وعليهم معلقتين كبار من القرفه. وهنقلب كل ده مع بعض. ودي المكونات الجافه بتاعتنا. وخطوه مهمه جدا ان احنا ننخل الدقيق مره واتنين كمان. خلاص كده هنشيلهم على جنب. وهنجيب هنا اهو 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. طبعا بنبقى مخرجينهم من التلاجة قبلها بساعتين 3 كده. وهنحط عليهم معلقة من الفانيليا. فانيليا سايلة او فانيليا بودر اللي موجود عندكم. هنحط عليهم كمان كوباية من السكر. اللي بيحب الحاجة مسكرة اكتر ممكن يحط كوباية وربع. وهنضرب كل ده مع بعض لغاية ما يبقى لونه فاتح، مايل على اللون الابيض شوية. لغاية ما البيض والسكر يتضاعف حجمهم ويبقى لونه زي ما انتوا شايفين في الفيديو بالظبط. هنا بقى هزود عليهم كوباية الا ربع من الزيت. وعليهم على طول برضو كوباية من اللبن. واللبن نبقى برضو مخرجينه من التلاجة ويبقى بدرجة حرارة الغرفة. وهنضرب بقى الزيت واللبن كويس. وبعد كده هنبتدي نحط المكونات الجافة بالتدريج. الكيكة دي حلوة قوي. وكمان اللي ما بيحبش الجزر، يعني طعم الجزر مش بيبان في الكيكه، مبقاش طعمه واضح. ففرصه ان احنا برضو نعملها لاولادنا الصغيرين. وفيها جزر يعني فيها حاجات مفيده ليهم. وهنا بقى بمجرد ما بحط الدقيق بضرب حاجه بسيطه. بمجرد ما الدقيق يختفي انا بشيل المضرب على طول. وهنا هنحط كمان الحبه اللي باقيين. احنا بس بنقلبه كده عشان ما الدقيق ما يعملش في وشنا. شايفين مفيش دقيقة، هو بمجرد ما الدقيق بيختفي خلاص كده انا بشيل المضرب على طول. هنحط هنا بقى كوباية من الجزر المبشور. عايزين نقلل عايزين نكتر برضو براحتكم. هنا قبل ما نعمل اي حاجة طبعا بنبقى مجهزين الصينية بتاعتنا. وبنبقى مسخنين الفرن على درجة حرارة 180. هنا بقى هنحط الكيكة في الصينية. هتاخد في الفرن بالظبط 45 دقيقة على درجة حرارة 180. طبعا ممكن تزيد او تقل على حسب الفرن بتاعتنا. بس ما بنفتحش على الكيكة غير لما تعدي نص ساعة عشان ما تهبطش معانا. في الوقت ده هنعمل صوص حلو قوي نغطي بيه الكيكة. دي نص كوباية من الحليب المحلى المكثف عملناه مع بعض قبل كده. هبقى انزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هنحط عليهم معلقة كبيرة من الكريم الشانتيل باودر. ومعلقتين كبار من الجبنة الكريمي. لو مش عندنا الجبنة الكريمي ممكن الجبنة النستون او جبنة كيري. وهنحط عليهم كمان ربع كوباية من اللبن. هنضربهم كويس مع بعض. ولو حسينا الصوص تخين شوية بنزود لبن. انا هنا حسيته برضو تخين شوية فزودت ربع كوباية لبن كمان. يعني نزود اللبن حبة حبة لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وده القوام المناسب للصوص. هنا خلاص بقى خرجنا الكيكة. هنسيبها بس تهدى شوية ونيجي عشان نقدمها. كيكة الجزر بتبقى غامقة شوية، ما بتبقاش الكيكة فاتحة عشان القرفة طبعا.
هنا بقى هنغطيها بالصوص ده، بجد ريحتها جميلة جدا، قلب الشقة. ريحة القرفة لوحدها بتدفي. هنزينها بقى تزيين بسيط خالص كده، من الكيكات السهلة قوي يعني، ما خدتش معانا اي وقت. ولو عندنا حبة جزر مبشورين كده هنرش عليها من فوق مع رشة من القرفة. بس خلاص كده بقت جاهزة معانا، ما خدتش معانا اي وقت، وكيكة طعمها جميل قوي، واولادكم هيحبوها جدا. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم، وبالهنا والشفا عليكم لكل اللي جرب الوصفة، ويا رب تكونوا استفدتوا منها، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. باي باي.